بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قصة النهاردة يا حبايب قلبي قصة يعني هتخليكم تعيطوا وتبكوا لسماعها. ازاي ابن يجرؤ او قلبه يجيبه ان يرمي امه في الغابة، وازاي ان امه سبحان الله تتحط في وضع ان ممكن هتتعدم فيه، ونشوف هو هيلحقها ازاي. تابعوني لاخر الفيديو وانتوا هتسمعوا اغرب قصة ممكن تسمعوها. القصة بتبتدي إن أم طبعا كأي أم مصرية أو أي أم عربية مات زوجها وكان عندها ابن واحد، حزمت على وسطها كده وقعدت تشتغل هنا وهنا لغاية ما ربته وكبرته وعلمته كل حاجة. كل حاجة ممكن أم تعملها لابنها. المهم حب واحدة وتزوجها وكان بيحبها حب شديد جدا يعني. المهم برضو هي ضحت علشان يتزوجها، وقامت جايباها عندها في البيت وخدت ركن صغير كده او حجرة صغيرة كده وسابت لها البيت كله. فكانت الزوجة بقى اللي هم الزوجات المدلعة يعني بالمعنى العادي، وكانت دايما مش حابة وجود الأم معاهم في البيت. فكانت دايما تقول لزوجها انا مش واخده راحتي، انا مش عارفه اخد راحتي مع زوجي، انا مش عارفه ادلعك، انا مش عارفه، والكلام اللي انتوا عارفينه. لغايه ما بدأ الابن يتضايق من وجود امه معاه في البيت، وبدأت هي ترسم الخطط وامك عملت كذا وامك سوت كذا، لغايه ما فعلا بدأت تكرهه في امه. قال لها طب انا هعمل ايه؟ قالت له ماليش دعوه، انا مش عايزه الاقاه في البيت، يا اما انا هسيب البيت واروح عند بيت ابويا. فطبعا الابن اللي عاق عمل ايه؟ قال لامه تعالي يا امي نروح يعني افسحك ونتمشى شويه كده مع بعض، وانت ما خرجتش من زمان وتعالي شممك الهوا. طبعا الام كأي ام صدقت ابنها لان ما تتوقعش منه الغدر. خد امه وفضلوا ماشيين كده لغايه ما دخلوا غابه. فبعدين قال لها طب اقعدي هنا بس يا امي شويه لغايه ما اجيب ايه شويه ميه نشرب لان انا عطشت. قالت له حاضر، وقعدت وراح وغاب ساعه وغاب ساعتين وغاب 3 ساعات وهي قاعده مكانها. في واحد فلاح معدي، الواحد الفلاح ده ليه حكايه هقولها لكم في الاخر. معدي بالصدفة بيجري فبص لقى الست قاعدة. قام راجع لها جدا، قال لها جري، قال لها يا حاجة انت قاعدة هنا ليه؟ قالت له انا مستنيه يا ابني راح يجيب لي اشرب. قال لها يجيب لك تشربي؟ ما في هنا بير مية اهو جنبك. قالت له يمكن ما شافوش وهيجيب لي من بير بعيد. قال لها طب انا هجيب لك تشربي. المهم جاب لها تشرب وقال لها ايه انتظريه هنا بس الليل بدأ يدخل، وفي الغابة هنا ديابة وفي الغابة حيوانات مفترسة، حاولي تمشي ولو اللي شفتيه في الغابة ما تحكيش عليه. المهم هو مشى من هنا وهي قامت ايه قالت اما اقوم ادور على ابني قبل ما الليل يدخل عليا، علشان يعني غاب عليا قوي. قامت دورت فتعبت، تعبت من المشي تعبت من التدوير وقامت قاعدة على جذع شجرة كده يعني كان مايل كده، وحطت ايدها كده ترتاح. فبصت لقت ايدها فيها دم، فقالت يمكن يكون حيوان مقتول او حيوان قتل حيوان او حاجة. فقامت مسحت الدم في هدومها كده، ست كبيرة يعني، مسحت الدم في هدومها وبتاع ومشيت. فالمهم ايه مشيت ما لقيتوش، فراح قالت انا هروح بقى، وهو لما يجي ما يلاقينيش هيجي على البيت. وقامت هي ماشيه في البلد، الناس شافوها قعدوا يقولوا الست ديت هدومها معكوكه دم، الست دي عامله ايه، الست دي عامله ايه. فواحد قال ده في طفله تايهه من الصبح وقاعدين يدوروا عليها وكانت ماشيه مع ست عجوزه، هي الست دي هي اللي قتلتها. المهم ايه راحوا قابضين عليها وقالوا خلاص الست دي لازم تتعدم علشانها قتلت الطفله دي. فعلا هم راحوا دوروا في الغابه لقوا فعلا الطفله الصغيره دي مقتوله وفي دمها، ومن كتر ما الولية كانت بتتحسس على جذع الشجرة وهي قاعدة كان في بصماتها بقى وفي يعني آثار ليها يعني. فقالوا خلاص دي هي الست دي. ومن ناحية تانية الابن رجع البيت، رجع متنكد، رجع زعلان، رجع مش يعني الدنيا ضيقة عاملة زي خرم الإبرة في عينيه.
مراته جايه تتكلم، قال لها انا انت خليتيني رميت امي، الدنيا في عينيا زي خرم الابره، امي لازم ارجعها. قالت له ترجعها فين؟ قال لها بصي، لو انت قلت لي حاجه على امي بعد كده او قلت لي مش شايب انا هطلقك انت واسيب امي. امي كافحت وتعبت عليا وربتني وجوزتني، وفي الاخر ما تجيش تقولي لي انت سيب امك. المهم قعد يدور على امه في البلد، يدور على امه في البلد، فقالوا يا جماعه في واحده قاتله طفله صغيره وخلاص الحد هيتقام عليها ولازم تجوا عشان هتتعدم دلوقتي في الميدان. المهم راح مع الناس اللي راحوا بيجريوا عشان يتفرجوا عليها هتتعدم، بص لقى مين؟ لقى امه. ازاي وليه وامي؟ وقعد يلطم وامي، وراح للظابط او اللي هو المسؤول يعني، قال له ده امي، ده امي كانت معايا في الغابه وانا اللي وديتها بايدي، امي اللي كانت ما كانش معاها اطفال وبتاع. فراحوا منزلينها من على المنصه اللي هم كانوا هيقدموها عليها، وقالوا هنراجع التحقيق من جديد. فقعد يقول لها انت شفت ايه في الغابه؟ شفت ايه؟ قالت له انا شفت راجل فلاح وجا قال لي اللي تشوفيه هنا ما تحكيش عليه واسقاني ميه ومشي. المهم دوروا دوروا لغايه ما جابوا الفلاح ده. المهم ليه انت قلت لها كده وهي شافتك وشافت كل حاجه وقالت لنا على كل حاجه؟ هم بقى بيوقعوا في الكلام. قال لهم انا كنت خايف من عذاب ربنا وعقاب ربنا، وهو ربنا برضه وقعنا اهو. قال له مين الطفله اللي انت قتلتها؟ انت اللي قاتلها؟ قال لهم دي بنت اخويا ملوش اولاد. قال لي هي ديت، وانا وصيت واحده عجوزه خطفتها وجابتها لي وقتلتها في الغابه عشان ايه؟ اخويا، انا الوريث بتاعه لان اخويا كان متوفي، ودي بنت اخويا. المهم قعدوا يحققوا معاه وخلص التحقيق وحكموا عليه هو بقى بالاعدام وخرجوا الست اللي هي العجوزه دي. جوزها خدها وروحها البيت، وبعدين ايه زوجته تقول له انا مش عايزاها في البيت، انا مش هاخد راحتي في البيت. قعدت تقول لها يا بنتي ليه مش هتاخدي راحتك؟ انا في اوضتي ما بخرجش منها طول النهار وسايبه لك البيت انت حره التصرف فيه، وانا عمري ما اتدخلت في حياتك ولا في شؤونك، اعتبريني زي والدتك وعامليني زيها. انا مش هطلب منك غير لقمه الاكل وانا هدمتها هغسلها بايدي، وانا مش هتدخل في حياتك. اما الابن واقف وسمع الكلام، هي تقول لها لا انا مش خدامه ليك. قال لها طيب انت، انا هقول لك على حاجه، لو انت ما غسلتيش هدوم امي واكلت امي وراعيت امي وشفت ادويتها الادويه بتاعتها في مواعيدها، تبقى انت طالق وما تلزمنيش، وهجيب اللي هتعمل لامي كده، وهجيب بدل الواحده 2. هتتظبطي ولا هجيب واحده لامي بقى هي اللي تخدمها؟ المهم قامت الست قالت له لا انا مش عايزه طلاق البيت ولا خراب البيت، انا ما كانتش هي هتستحملني، انا هروح هقعد عند خالتك، هي برضو قاعده لوحدها وهنونس بعض، لكن ما تطلقهاش عشان خاطر ايه؟ ما يتخربش البيت. فالبنت سمعت الكلام طبعا واتأثرت وقعدت تبوس فيها، تقول لها معلش يا امي، انا الشيطان كان غالبني، وانا ربنا يقدرنا على خدمتك، وانا عمري ما هفرط فيك، لان لو عملت فيكي اي موقف مش كويس ابنها هيعمله فيها فيما بعد. المهم الحمد لله عاشت الام وابنها ومرات ابنها في تبات ونبات، وخلفت صبيان وبنات الزوجه، وعاشوا حياة سعيدة، والقصة كده خلصت. وأتمنى يا رب تعجبكم، وإلى اللقاء في قصص جميلة وأحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.